ليه تشتريه بالغالي لما ممكن بتمن علبتين اتنين نأكل الأسرة كلها ونعمل أحلى كشري في البيت ونفس الطعم بتاع بره وكمان أحلى. ونعمل بقى شوية دقة كده للكشري و ورد كده مقرمش زي ما بيعملوه، وهقولك على كل تركات الكشري تخليها تطلع معاكي حلو كده وريحته جميلة، وهتقلب البيت معاكي ويبقى طعمه أحلى كشري هتاكليه في أسرع وقت. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجه هنعمل مع بعض البصل او الورد بيقول عليه في المحل بتاع الكشري. هجيب البصل واقطعه كده جوانح، وبعد ما اقطعه جوانح بقى كله واخلصه بنفس الطريقه هقولك على السر اللي بيخلي البصلايه تبقى مقرمشه معاكي وحلوه ومش شاربه زيت خالص. هفككه كده من بعضه كله، وبعد كده هنجيب بقى المكون اللي هيخليه يبقى مقرمش معاكي. هجيب معلقه او معلقتين كبار من النشا واحطها كده على البصل لغايه لما اغلف البصلايه بتاعتي بالنشا. النشا هتخلي البصل ما يشربش زيت وكمان يطلع معاكي مقرمش وحلو زي بتاع المحلات بره بالظبط. وعندي بقى هنا الحمص والعدس نقعهم من قبلها بحوالي ساعة كده عشان خاطر ما ياخدش معايا وقت في السوا. وجبت بقى حلة على النار كده فيها زيت، حطيت فيها البصل اللي احنا قطعناه، ومش اقلب كتير في الاول عشان ما وقعش النشا. يعني تبتدي البصله كده تصفر معاكي، هتقعدي بقى تقلبي فيها وتتابعي معاها على طول لغايه اما تاخد كده قرمشه حلوه كده ولون حلو، تروحي مطلعاها على طول. وعندي حله تانية هنا وراها حطيت فيها الحمص، وحطيت فيها كام فص من الثوم وملح وكمون وبهارات وشويه من الكزبره، وكمان هنحط عليها شويه من الصلصه. طلعت صلصه كده تفك عشان نضيفها على الحمص. وحطيت بقى حلة تانية كده عشان نسلق المكرونة بتاعتنا، فيها ملح ومية بس. وهنسلق المكرونة بتاعتنا بقى، شكل اي مكرونة عندك اسلقيها وهسيبها بقى تستوي براحتها و 5 دقايق كده او 7 دقايق، وهبص عليها عشان ما تعجنش معايا. وتعالوا بقى نروح نقلب البصلة بتاعتنا تصفر معايا اهي وتبقى بتقرمش كده معاكي في الحلة. بعد كده اول ما تتقرمش معايا كده وتتلون كلها وتاخد لون حلو، هطلع البصلة بتاعتي كده. خلاص البصلة بتاعتنا بقت جاهزة ولونها حلو وطالعة كلها مقرمشة كده وحلوة زي اللي بنجيبها من بره على الكشري. هطلعهم بقى كلهم كده على ورقة بيضة كده، بلاش ورق مناديل عشان ورق مناديل بيخلي البصلة تطرى معاكي. هطلعهم بقى كلهم كده. بصوا بقى البصلة كلها طالعة مخرفشة كده وجميلة ومش شاربة زيت خالص. بعد كده هنروح نعمل في نفس الحلة اللي احنا كنا بنقلي فيها البصل، هزود كده شوية من الزيت وهحمر الشعرية بتاعتي، هديها تحميرة كده حلوة وتاخد لون ذهبي كده حلو. واقول لكم نعمل ايه دلوقتي. هنعمل احلى طبق كشري مكلتوش قبل كده، عايزه اقول لك كان طعمه حلو جدا. بعد كده الشعرية بتاعتي اتحمرت وبقت حلوة، هنزل معايا بالعدس اللي احنا نقعينه من قبلها عشان ما ياخدش معانا وقت في السوا. كده احنا عملنا الشعرية والعدس تقليبة كده حلوة. وبعد كده هجيب بقى الرز واغسله وانزل بيه على العدس والشعرية، نقلبهم كده مع بعض. وخلي الشعرية تكون كتيرة شوية عشان تبقى طعمها حلو كده في الكشري ويبقى مفلفل كده معاكي زي ما بتجيبيه من المحل بالظبط. هشوحهم كده دقيقتين على النار، وبعد كده هزود المية بتاعتي. بعد ما تشوح هزود المية، يعني يبقى حوالي سنتي كده مستوى المية فوق الرز كده. خلاص هحطله بقى ملح وكمون، كتري الكمون كده عشان الكشري بيبقى حلو لما تكتري له الكمون. هسيبه بقى يستوي. وهنا المكرونه اللي استوت معايا احط لها معلقه من الزيت واقلبها عشان تبقى مفلفله كده وحلوه وما تبقاش ملزقه في بعضها كده. خلاص خلصنا المكرونه، تعالى نعمل مع بعض الصلصه عقبال ما الرز يستوي. حطيت بقى حله فيها شويه من الزيت وعليهم معلقه كده من التوم حلوه، وهقلب التوم كده لغايه بس ما يبقى ريحته كده تطلع، مش هحمره. وبعد كده هضيف عليه معلقه من البصل اللي احنا طلعناه كده، بتدي ريحه وطعم حلوين قوي للصلصه وبتخلي الكشري ريحته كده حلوه. وادي كمان الصلصه اللي احنا كنا مفرزينها
كنت مفرزه كده حبه من الصلصه، وحطيت كمان حبه على الحمص، واسيبه بقى يكمل السوا بتاعه. وخدت كده معلقه برضو من الطشه اللي انا عملتها للصلصه وحطيتها على الحمص. بصوا بقى الرز معايا ابتدى يخش في السوا كده، وبصوا مفلفل ازاي وحلو. هسيبه يكمل السوا بتاعه. بصوا شكله حلو جدا وريحته عايزه اقولك حلوه قوي. بصوا مفيش ولا رزايه كده لازقه في الحله ولا اي حاجه، طلع الرز مفلفل وحلو. هسيبه بقى يكمل السوا بتاعه وبعد كده نرجع نشوفه. بصوا الحبايه كده مفلفله وجميله، كتري الشعريه هيبقى معاكي الرز جميل وزي بتاع بره بالظبط. هخليه يكمل السوا بتاعه. وتعالوا نروح نعمل بقى شويه من الشطه. حطيت كده معلقتين حلوين من الزيت، وحطيت عليهم معلقه من الصلصه، وكمان احط عليهم معلقه كده صغيره من الشطه عشان الشطه عندي حاميه قوي. وهقلبهم مع بعض كده بس يسخنوا كده مع بعض. كده خلاص خلصنا الشطه بتاعتنا. هحطها كده بقى في الطبق بتاعي. بصوا شكلها عامل ازاي، كانت موحوحه موت. تعالوا بقى نبص على الصلصه كده. الصلصه معايا اهي اتسبكت. هحط لها بقى الملح والفلفل وشويه من البهارات وبس كده، وشويه كمان من الكزبره. وكده خلاص خلصنا الصلصه بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل شويه دقه كده حلوين في بوله. حطيت عليها عصير ليمونتين كبار كده حلوين، وشويه من الكزبره، وكمان ملح وكمون، ومعلقتين 3 كده كبار خل. وهقلبهم مع بعض، واجيب بقى كوبايه من ميه الحمص اللي احنا عاملينه. انا حطيت شويه بهارات. كوبايه كده حلوه من ميه الحمص اللي احنا عملناه هحطها على الخلطه اللي احنا عملناها دي كلها. وهتقولوا لي فين التوم؟ ادينا كمان حطينا معلقه من التوم. واقلبهم مع بعض كده. عملنا احلى دقه كشري في البيت. بس كده خلاص. تعالوا بقى نبص على الرز كده طلع مفلفل وحلو، ونغرف طبق كشري متين كده وحلو عليه شويه من المكرونه، ونحط الصلصه بتاعتنا وشويه من الحمص، وظبطي بقى احلى طبق كشري في البيت. ليه تروحي تجيبيه من بره ب25 جنيه وحبه كده صغننين ومنشبعش؟ هو من بره ما بيشبعش، هو بيجوع بس. وعليه بقى شويه بصل كده. احلى طبق كشري هتعمليه في البيت، وبتمن طبقين 2 هتأكلي البيت كله وتشبعوا. هيبقى احلى كشري معمول في البيت، وكمان حاجة نظيفة ومضمونة وعاملاها بايدك في البيت. يا رب بقى يكون عجبكم الفيديو، يكون عجبتكم القناة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير والاشتراك في القناة. كنت معاكم من مطبخ لينا. باي باي.